السلام عليكم حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. النهاردة ان شاء الله هنعمل حاجة حلوة. هنعمل جلاش بالقشطة او بالكريمة الكدابة. عملنا الكريمة بكل احترافية، ناجحة جدا من اول مرة. شايفين الجمال؟ اتمنى الوصفة تعجبكم، واتمنى مشاهدة لاخر الفيديو. ما تنسوناش في لايك للفيديو وشير للقناة، ويلا بينا نكمل وصفتنا. اول خطوه معانا يا جماعه، هبدا ادهن القالب بتاعي سمنه، وبعدين هبدا انزل بورقات الجلاش ورقه ورقه. تمام. بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. الخلاص بتاعتنا بالشكل ده، وهندهن كل ورقه يا جماعه هنحطها هندهنها سمنه عشان يدينا توريقه حلوه. تمام. بالشكل ده. اللي بعده هنفضل نكرر الموضوع يا جماعه لحد نص كميه الجلاش اللي عندنا ما نعملها بالشكل ده. اهو. لازم السمنه اهي، وكل نوع السمنه مكان كويس يا جماعه، هتبقى الوصفه بتاعتنا تحفه جدا. تمام. هنكمل بقيه الكميه وبعدين نرجع نضيف الحشوه بتاعتنا. بسم الله. اول خطوه معانا هنبدا نعمل الكريمه بتاعتنا او القشطه الكدابه. عندي 3 كوبايات من الحليب. تمام. وعندي هنا معلقتين من الدقيق و3 معالق من النشا. هنزل بكل المكونات بتاعتنا. احنا لسه ما ولعناش البوتاجاز يا جماعه. هنقلبهم على البارد، وممكن تضيفي معلقتين سكر وممكن لا. انا بالنسبه لي هضيف معلقتين سكر لان احنا هنضيف شربات للوصفه بتاعتنا. تمام. هنقلب على البارد كل المكونات بتاعتنا لحد لما يعني ايه تدوب خالص الدقيق والنشا، وبعدين هنبدا نولع عليهم البوتاجاز عشان نقلبها وبعدين تاخد القوام بتاعها. بعد ما رفعنا الكريمه بتاعتنا يا جماعه على البوتاجاز مع التقليب المستمر، شايفين هتبدا تاخد القوام اللي احنا عايزينه اهي. شايفين الجمال؟ مفيش اروع من كده اهي. بس هنطفي عليها نسيبها تستهدى شويه وبعدين نعمل الشربات ده يا جماعه. الشربات بتاعنا، عفوا الكاميرا فصلت. كوبايه ونص سكر وكوبايه ونص ميه، وهنزل عليهم بنص ليمونه. هنسيبهم يغلوا لحد لما الشربات بتاعنا ياخد قوام على نار هاديه، وبعدين نسقي بيه الجلاش بتاعنا. لما دهنا السمنه على الجلاش بتاعنا، شايفين يا جماعه القشطه بتاعتنا عامله ازاي؟ هي دلوقتي انا سبتها تستهدى شويه، وفردنا الورقات دول في الصينيه عشان نحافظ ان القشطه بتاعتنا ما تطلعش، الحشوه ما تطلعش بره. اهي. هنبدا نوزع الحشوه بتاعتنا بالشكل الجميل ده. بعد ما نزلنا بالحشوه هنبدا نغطي بالشكل ده اهو. هنديها كمان مسحه صغيره كده من السمنه اهو عشان الحشوه بتاعتنا ما تطلعش من الصينيه. تمام اهو كده. وهبدا اكمل باقي الورقات بتاعتنا زي ما بدينا اهو بالشكل ده. هننزل بالجلاش بتاعنا بسم الله لحد لما نخلص باقي الكميه بتاعتنا، وبعدين نقطع الصينيه. بعد ما خلصنا كل كميه الجلاش بتاعتنا هنبدا وقطعناها بسكينه حاميه، هنبدا ننزل بشويه سمنه كويسين على الجلاش، وبعدين هندخل بيه الفرن على درجه حراره 160. مش هياخد اكتر من نص ساعه.
الجلاش والكنافة يا جماعة بياخدوا كمية سمنة كتير اهو. بس كده هنبدأ بقى ندخل بيه على الفرن ونشوف النتيجة بتاعتنا هتبقى عاملة ازاي. بعد ما طلعت الصينية بتاعتنا من الفرن هبدأ انزل عليها بالشربات شوية بشوية كده. مش قادرة اقول لكم ريحة بقى وطعم حاجة كده تحفة جدا جدا جدا. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم، اتمنى ما تنسوناش في لايك للفيديو وشير للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.